الوصول متأخرا وأنت تحمل أمتعتك الضخمة، فعليك الوصول إلى المكان المحدد قبل 6 ساعات، ويكون ذلك في معظم الأوقات للبس بزة الرحلة المصنوعة من 12 طبقة من النايلون والمطاط والمكونة من 130 قطعة للحكاك. لن يكون هناك وسائل نقل مخصصة للأغنياء ولا جسور متحركة على ركيزة السلم، بل حافلة صغيرة فضية اللون لتنقلكم إلى منصة الإطلاق. تخيل أنك تأخذ كرسيك وتعلقه على الحائط، فتثبته برجليك، ثم تجلس في هذا الكرسي وأنت مستلق على ظهرك. تزحف عبر باب الحمام ثم تقف على لوح في آخر المركبة وترفع نفسك لتجلس في كرسيك ومن ثم تقيد فيه. أول شيء يحدث عندما ترفع رجليك هو أن دمك يتدفق في داخل جسمك، وتبدأ الكليتان بالعمل جيدا، فتشعر عندئذ بحالة مزعجة ناتجة عن كثرة البول. وطبعا ليس من الأمر المفاجئ أن تجد نفسك قد دخلت الحمام بينما أنت جالس في مكانك، فنحن نلبس الحفاضات تحت البزة. كنا قد أوثقنا في وقت مبكر قبل الإقلاع بنحو 3 أو 4 ساعات على ما أظن. تجلس هناك من دون أن تفعل شيئا، من دون قراءة ومن دون موسيقى ومن دون التجوال في الحجرة، تبقى وحيدا تواجه خوفك من الطيران. حالما تشعلهم تبدو كالألعاب النارية، ستحترق هذه الأخيرة حتى انتهاء آخر قطرة من الوقود. يسمع ما يسمى بالرنين، وأخيرا يقلع الصاروخ. إنك تجلس على أكثر من 2,000,000 كيلوغرام من المتفجرات، ما يعد عنيفا وفجا. الأمر أشبه بالقيادة على طريق مفروشة بالحصى أو على خطوط القطار، لأنك تهتز بقوة في الداخل. ثم تنقلب على ظهرك، وهذا أمر غير مريح أبدا، فيمكننا أن نحذر فورا أنك جالس رأسا على عقب. يستمر الصاروخ في الارتفاع، أما الصرخات فتعلو أكثر، ويمكنك أن ترى لون السماء يتحول إلى أسود. إنه من المستحيل ألا تفكر فيما حدث لصاروخ تشالنجر مرارا وتكرارا. تدفع آلة تعزيز القوة بعيدا عن المركبة بصواريخ صغيرة، وهذه الصواريخ تشتغل في خلف الحجرة تحديدا. الحجرة مغمورة بالنيران. ثم تدفع فجأة إلى الأمام وأنت جالس على كرسيك، بعدئذ تعصر إلى الخلف. العملية كلها أشبه بتحطم قطار. نعم، لقد وصلت إلى هناك. تملك ما يكفي من السرعة والمحركات منطفئة. ما أروع هذا الشعور! إنه شعور مدهش، أعني أنه أكبر وأفضل إحساس على الإطلاق. لقد كان فوق الطبيعة. لأنك إذا لم تخف خلال الغداء فإنك على الأرجح لا تتمتع بالذكاء الكافي. بعد أن تنطفئ المحركات تبدأ برؤية الأشياء وكأنها تطفو. أطلق واحد من أصدقائي صرخة عالية. عندئذ بدأت أدرك هذا الإحساس بالدوار. أخذت القلم عن الرف ووضعته أمامي، فبقي هناك، وعندها ضحكت. كان الأمر مدهشا. لقد نجح الأمر. لدي شهادة في الفيزياء وأعلم أن الأمر ينجح، ولكن رؤيته في الحقيقة أمر مدهش حقا.